السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب يكونوا كلكم بخير كويسين. النهاردة معانا وصفة بسيطة كده، أكلة مصرية الكل بيعشقها، اللي هو الحواوشي. الحواوشي دايما بيبقى فيه تركاية كده بسيطة مش أي حد بياخد باله منها. والله احنا معانا الانجريديان بتاعنا شوية طرب أو ليا، شوية فلفل متقطع بالمنواف، التوابل بتاعتنا الجميلة، الملح، كزبرة، كمون، الشطة، جوز الطيب، الفلفل الاسود. ومعانا 200 جرام من اللحمة المفرومة، ومعانا بصلاية مبشورة ناعم معصور منها المية عشان ما يطريش اللقمة. ومعانا دي حاجة اختياري اللي هو سن التوم، وطبعا العيش بتاعنا الجميل. طبعا احنا بنبدأ نيجي العلبة بتاعتنا، بننزل باللحمة المفرومة، وبننزل باللية أو الطرب، وبننزل بالفلفل الألوان المتقطع بالمقاس، وبننزل بالبصلاية وبنعصر منها المية، وبننزل بسنة الثوم، وبننزل بالتوابل بتاعتنا. طبعا بنحاول نخلي اللحمة مع الفلفل مع البصل كل ده يبقى واحد، يعني من الوش او حته زبده، يعني حته زبده او زيت اللي متاح، وهندخله الفرن على درجه حراره بقى 180 200. يعني هو الافضل درجه الحراره تبقى قليله 180 عشان يطلع كريسبي ولونه لون الكرمله كده، لون الذهبي. هنسويه وهنرجع تاني. ده الحواوشي بتاعنا بعد ما خلص، بص شكله حاجه كده ممتازه، بألف هنا وشفا.